الأنوثة مش بس لبس وشعر وميك اب، لا لا، الأنوثة لايف ستايل، اتيتيود، يعني حالة، إحساس. انت مش لازم تهتمي بأنوثتك عشان الراجل بس، عشان جوزك أو خطيبك، نو، عشان نفسك. الأنوثة بتبان في المشية، بتبان في الجست، في الحركة، بتبان في الحاجات دي. لازم ما تبقيش مكسوفة انك أنثى، ربنا خلقك أنثى، so you have to be proud طول الوقت. تبقي فخورة كده، حاسة ان كده انا مبسوطة ان انا أنثى، حسي بأنوثتك. الله ينور عليكي يا أبلة، ده انت كلامك عامل ولا كلام الستات اللي بتطلع في التلفزيون. طب ما تسيبك من الدرس ده يا أبلة، احنا مش تلامذة، ما ينفعش تبيع لنا الهدوم دي بالاسم. يا بنت انت وهي اختشوا على دمكوا ودم اللي جابوكوا. عايزين تلبسوا المشاخلع والمدلع والملمع من غير ما تدفعوا؟ شحات عايز ياكل عيش فينه. اهو النبي يا أبلة، ده احنا حتى غلابة وما معناش نحط قيمة فلوس في الشفتشي والمقطع والمبين. ده الكل هنا ماشي كده بالقسط وشغالين زي الطلوق. طلوقة؟ طيب خلاص، امشوا انتوا دلوقتي وسيبونا افكر. ماشي، سلام يا أبلة. باي. امشي يا اختي امشي. الله 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 الله، اشي اخضر واشي احمر واشي اصفر، ده انا ولا في اشاره مرور. لا مؤاخذة، أنا والراجل ده عايزين نتدلع، ممكن تدلعينا يا مكنة؟ انتوا عايزين مني اي حيوان انت وهو، لو ما طلعتوش دلوقتي بره هجيب لكم البوليس وهحبسكم. نحبسينا؟ هو فين الحبس ده احنا بنتنشأ عليه مش لاقيينه. يا حمار انت وهو، انتوا عايزين منها ايه؟ يا سندس ايه اللي جابك هنا؟ اطلعوا بره، يلا اطلعوا بره. في ايه يا جمالات؟ مالهم بيك العيال الصياع دول؟ ايه اللي جابك هنا انت هو يالا؟ يا كوريا، الحيوانات دول دخلوا بيقولوا لي كلام سافل وقليل الادب. نعم نعم نعم، بتقول ايه يا حيلتها؟ هو عياض انت هو الشيطان يعمل معاك الغلط، ده انتوا وقت ابوكم هباب. دي الرجاله يالا انت هو تخشوا محل الناس تسرقوهم؟ بس انا ما كنتش اعرف انها تخصك يا اسطى كوريا. نعم يا حبيب امك، ما تعرفش انت هترنبني وانتوا وراكوا حاجه طول النهار الا السجاحه والمرازيه مخلله في الحاره، ما تعرفش ازاي. بقول لك ايه يا اسطى كوريا، احنا هنكبر لابراهيم وللراجل اللي معاكي وهنخلع من هنا، وكلمتين ابرك من جرنان. قال لك ما كناش نعرف يبقى ما كناش نعرف، احنا كنا فاكرينها ولد جديد من بره المنطقه يعني. وعامه حاك علينا يا ست الخضره الشريفه، احنا كنا فاكرينه محل جلاليب رجالي، ولا عايزين نتهبب ولا نتدلع. سلام يا عم، سلام يا عم ودان، سلام يا عم النسر. شايفه قله القيمه اللي جبتها لنفسك بالمشاخله؟ ثم تعالي هنا، ما تنشفي كده يا اختي، ما اللي يدوسك على طرف دب بايدك في كرش وطلعي المصارين. هو انت ايه جايه منين؟ إيه؟ ما طلعتش مصارين حد قبل كده؟ ما طلعتش. الو، ايوه يا بابا، اعمل ايه؟ اعمل ايه يعني؟ اديني متنيل قاعد اهو. انت ما بتبعتيش فلوس ليه؟ هو احنا مش اهلك وناسك ولينا حق في النصبايه اللي انت عملتيها مع الواد الزباله ده؟ ما انا بكلمك عشان كده، انا حولت لك الفلوس، هتروح تستلمهم بالبطاقه بتاعتك بس ما تقطعيش يومين والتاني وتشخشخي جيبك. اخواتك مصاريفهم كتير، واوعي تجيبي سيره لامك لا تاخد الفلوس زي كل مره وتطيرهم. حاضر يا بابا حاضر. بقول لك ايه، هو انت اتجوزت الواد ده ولا لسه عايشه معاه في الحرام؟ لا يا بابا لسه ما اتجوزناش. خلاص، ما دام في الحرام يبقى نحلي وبره وكله بحسابه، ما تخلوش يلمسك الا لما العداد يعد، لازم يعد ويبرز. انا برضه ابوكي واخاف على مصلحتك. طيب يا بابا اوكي، يلا سلام. عامله ايه يا هاجر؟ والنبي ليكي وحش. ازيك يا كوري، عامله ايه؟ وحشاني وحشاني قوي يا ام نجوان، اصل حاسه البيت وحشه قوي. معلش يا اختي، عارفه. سكر جالي وعرفني على كوري عشان نيجي هنا ونكلم اخوكي ويطلعك من اللي انت فيه. لا والنبي بلاش، ده انا ما صدقت انه بقى بينام، ده ما بينامش من يومها. وبعدين بصراحه بقى انا ضميري مأنبني من اللي انا عملته فيه، ومش هسامح نفسي ابدا، وخليني بقى مستحمله قعده البيت دي لحد ما يبقى يجيلي نصيبي واتجوز. وانت هتقدري تتجوزي حد غير سكر يا هاجر؟
الا حضرتك بتشتغل فين بقى يا استاذ فواز؟ انا بقطع تذاكر في مستشفى ابو الريش. ما شاء الله، ده العيله كده كلها في وزاره الصحه. وعلى كده ليك مين بقى في بطن البقره كنت جاي له ليله الفرح؟ واحد معرفه كده تبع العريس. وكان نصيبي الاسود اروح عشان الاقي اختي واقفه ماسكه ايد شاب هناك. شوف يا استاذ فواز، انت ما تعرفنيش، بس اسال عليا معرفتك ده اللي في بطن البقر. قول له مين هي اللي استقرت الكوافير، هقول لك مجدع وب100 راجل. لا اعرف العوى ولا ليا في الشمال. انا من قيمه حبه كده خطيبي دخل المستشفى، كان عامل حادثه يعني، وكانت بتشتغل فيها المحروسه اختك وانا كنت معاه. الصراحه بسم الله ما شاء الله، ادب واخلاق وبتاعت شغل، شغاله شغل يعني طول النهار، راحه جايه راحه جايه، اللي يشوفها كده يقول مديره المستشفى. انا الصراحه من يومها حبيتها وبقت صاحبتي كده اهو. خدها مني كلمه، اختك دي اشرف من الشرف وب100 راجل بشنبها. بس احنا برضك يعني كلنا في النهايه بشر، اكيد بنغلط يعني. اعتبرها اتكعبلت، ده متكعبله مش بموت. والست دي زميلتها في المستشفى كده تقول لها ان فاضل لها شهر وتتثبت في الشغلان. واختك بتحب شغلها، حرام عليك اما تحرمها منه يعني عشان غلطه مش هتتكرر تاني، ولا ايه يا هاجر؟ اللي اخويا هيحكم بيه انا راضيه بيه، هو مربيني وعارف. للاسف ما عرفتش اربي. كنت فاكر ان انا مربي راجل ممكن اتسند عليه لما اقع، لكن الضلع لعوج اعوج، تيجي تعدله ينكسر. تربيتك في محلها يا اخويا، اختك ما غلطتش ولا هتغلط. وبعدين احنا مش حمل قطع الشغل ده احنا بنحط القرش على القرش عشان يمشينا. انا مش هقطع يا هاجر عشان اقول هم مصاريفك. قطع لساني لو قلت كده، والله ما اقصد. ربنا يخليك لنا وما يحرمنا منك ابدا. يا استاذ فواز، حضرتك راجل متعلم وقاري، نزل اختك شغلها من تاني واشرط عليها باللي انت عاوزه. انا عمري ما اتعودت اشرط على اختي، طول عمرها عارفه اولها من اخرها كويس. النبي يا استاذ فواز وماليك عليا حلفان، اختك دي مفيش زيها، ما تخافش، احنا كلنا معاها وحواليها. اسمعها منها هي انها مش هتشوف الواد ده تاني ابدا. حاضر حاضر يا اخويا. خلاص يا سندس خلاص. في حاجة عجبتك؟ دينا اخسى عليكي، مش بتسألي عليا ليه؟ ما انا جيت اهو عشان اطمن عليكي. انا ماشي الحال كويسة، واول مرة كمان اتفرج على المحل، ذوقك باين فيه، بس خسارة في المنطقة دي. انت بتقولي ايه؟ هو انا لو في ظروف تانية كنت هفكر افتح محل زي ده اصلا؟ المهم اسمعي يا لحسن، انا لازم امشي بسرعه لحسن محمد شايط وبيتخانق بقى معايا في كل حاجه. اسمعي، انا مش عايزاكي تقلقي من اللي هقوله ده. نادر ساب القضيه وخلاص مش عايز يكملها، بس انكل ابي طالب بعتني عشان اقول لك حابه توكلي مين غيره. سابها يعني ايه؟ سابها ازاي؟ هي لعبه؟ دي حياتي ومستقبلي. انا مش فاهمه ايه اللي بيحصل لي. انا ربنا بيعاقبني على ايه؟ ليه كل الناس عماله تتخلى عني؟ في ايه يا دينا بس؟ معلش يا هايدي، كل ده هيعدي صدقيني. احنا دلوقتي قدام امر واقع، ولازم تفكري حابه توكلي محامي مين غيره. انا مش عايزه قوي محامين، خلاص ان شاء الله يحكموا عليا بالاعدام. بس انا مش قادره افهم إيه اللي يخلي نادر يبيعني. الواحد طول عمره يسمع عن الاكل والشرب الدريفري، اول مره يسمع عن المحاضر الدريفري دي جديده، ما شفناهاش غير على ايد الست جمالات والست كوريا. ما تهدوا امال يا نونو، الله خلينا نخلص من الفيلم الحمضان اللي ريحته ضرب في الحته دي. انا ما عجبناش. لا انا مركب دبوره ولا ساحب امين شرطه في ايدي وداخل. حته الجزار هيجي ايه جنب الامن والامان؟ لحد ما اخرج من هنا لو سمعت صوتك انت ولا مراتك انا هاخدكم معايا وانا نازل، عشان بعد كده لما يبقى لكم جيران محترمين تعرفوا تتعاملوا معاهم بأدب ازاي. فين الفلوس يا نسا كوريا؟ نورتنا يا باشا، نورتنا وتعبينك معانا والله. مفيش لا تعب ولا حاجة، مش بيقولوا برضه الشرطة في خدمة الشعب؟ بس ده المحترمين بس، لكن اللي ما يحترمش نفسه ياخد على دماغه وبالقانون. ايوه
كده يا حضرة الظابط يا حلو انت. ايوه والنبي، شوف الجماعة المقرفين دول، جاتكوا القرف اللي يقرفكوا. خد عد فلوسك. ملوش لازمه. كمل يا ابن المحضر. هذا وقد استلم صاحب البيت من الآنسة كوريا عبد العاطي المبلغ اللازم للتنكيس وقيمته 10,000 جنيه وفقا لتقدير الخبراء المختصين. وتعهد صاحب البيت بعدم التعرض للشاكين بأي تصرف قولا أو فعلا، وإلا عرض نفسه للمساءلة القانونية. تمام الفلوس؟ تمام. بتمضي ولا بتبصم؟ ابصم ده ايه؟ انا متعلم. انا معايا خير. طب اختم يا اخويا. ايه يا كبده قمت ليه؟ ايه ده طاعون؟ ها؟ ايه ده؟ ده الشو الروسي. شو روسي؟ وانا سهران في مركز ثقافي. فين الرقاصه يا عم؟ جايه يا هيما اتقل، احنا بس بنعمل لك احماء. انت مش مبسوط ولا ايه؟ مش مبسوط؟ اوعى بس لما يجوا يحاسبوني طاعون ما يحاسبنيش حساب سبيشال، لحسن ما فيش غير 50 بلبل في جيبي. وهتاخد باقي يا كداكي، عيب. يا خوفي يا خوفي يا طاعون، اصل انت لسه اسمك مكتوب بالقلم الرصاص. يا خوفي بقى عشان تتقلوا بالجاف وقت ما يجوا يدبوا فيا تروح دابب فيهم. ايه الكلام الصعب ده يا هيما؟ وربنا جه كده ولا اعرف. ده صلاح جاهين ولا دي رباعيات؟ يلا يلا روح انبسط، يلا انسى الكلام ده. احتمال ما ارجعش الترابيزه. هيس يا كداكي هيس. صارت تكون جميلة يا الحبيبة أو لا إله إلا الله. خضتك؟ بص انا هقول لك على حاجه، اصل انا معدي لمحتك فلقيتك نسخه بجد من واحده كنت مصاحبها قبل كده. هو حضرتك صاحبتي او رفيقتي او اي حاجه؟ ايه ده؟ تعرفي منين؟ لا ما اعرفوش. ايه ده؟ ايه الصدر اللي دخل علينا؟ في ايه سلامتك؟ طب يلا 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 يا اخويا، يلا يا اخويا، يلا يلا يا اخويا. ايه يا كبداكي رجعت ترابيزتك؟ انا كنت هضيع بجد والله، ده حمار.
انت مين وعايز ايه؟ انا واحد، مش مهم انا مين، المهم معايا ايه. عايز ايه يعني؟ انت مين؟ انا معايا ورق مستقبلك كله واقف عليه. ورق؟ ورق ايه ده بقى ان شاء الله؟ 5 مليون دولار. نعم يا حبيبي. 5 مليون دولار، وانا اديلك الورق اللي معايا. مجنون يا عم صلى على النبي. من الاخر كده هايدي هي رئيسة العصابة، وانا متأكد انها مش في مصر اصلا، وهتلاقيها مدورها من بره. وبعدين انت مش بتقول ان الواد المحامي ده مقضيها صرف وسكر ونسوان؟ يبقى خلاص يا معلم، الفلوس اتقسمت والواد ده خد ربع محترم من الفرخ، ولو نفضته هينزل الفلوس اللي معاه، ولو ابوها شريك معاهم هيقع هو كمان. اوقع مين يا ابني؟ بقول لك محامي صايع، مش حد وكله وخد يوم حبس. اوقعه ازاي بس؟ لا يا راجل، وانت دورك ايه بقى ان شاء الله؟ ما تفكر يا عم، هي قضيتي ولا قضيتك؟ ولا عايزني بقى اروح اوقعه لك واقبض لك عليه كمان؟ هو انا طلبت منك توقع لي حاجه؟ قول لي انت عامل ايه مع المزه البلدي اللي موقعاك؟ صعبه وتقيله قوي، مش لاقي لها دخله. بصراحه بقى حاسس ان شكلي بقى بايخ قوي، وانا عمال اتحجج كده وانط لها كل شويه. الناس في المنطقه يقولوا عليا ايه؟ ايه جو المراهقين ده؟ يا ابني انت رئيس مباحث اكبر اسم فيك يا مصر، ودي حته بنت بلدي، خش فيها وظبطها وش طبعا. قول لها تعالي نخرج. لا يبقى شكرا، هي الخسرانه، ويبقى انت وفرت وقت ووجع قلب. اصل انا حاسس انها جايبه معايا بس على مهلها يعني، فمش عايز بقى ادخل بغشم ابوظ كل حاجه. استني كده الاقي لها دخله حلوه. ده انت قديم وابيض واسود قوي. ماشي يا عم الجديد، ورينا بقى هتوقع هايدي ازاي، وانا هوريك القديم هيوقع جمالات ازاي. استني خلي بالك واحدة واحدة. ده انت فظيعة. ايه الحلاوة دي؟ انتوا بتاكلوا ايه؟ هتبوسي بنت؟ لا يا حتة مارونجيلاسي والاسم شوكولاتة شوكولاتة كوناطة ماسكة في ايديا ليه يا بطة تا 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 كوناطة. اقعدي اتغذي، انا اللي عايزه اتغذى. ايه ده؟ وده وقته بيضرب في اوقات مش حلوه. سوري يا حبيبي. هلو، صباح الخير يا بابي. اهلا يا روح بابا، صباح القشطه، صباح النور، وحشتي بابا. ما تجيبي بوسه. لا مش انت يا روحي، اطمنيني بس. عامله ايه؟ زفت يا بابي، زي الزفت. كل يوم مستنيه كارثه جديده ومصيبه جديده وحد جديد يأذيني ويبيعني، وانتوا كل واحد فيكوا عايش حياته ما حدش سائل فيا. ايه يا حبيبتي، في مشاكل تاني في الحاره؟ نادر يا بابي، ازاي يكون كل ده بيضحك علينا ومتفق مع مروان ونجوان ومحدش فينا حاسس؟ نادر؟ نو لا يمكن يا حبيبتي. لا نادر، لا يا وليه اسكت. لا سوري يا حبيبتي، لا نادر لا ابدا، انا اثق فيه جدا. لا ده ولد محامي ممتاز. لا انا لا يمكن يخوني او يخونك. انا هكلمه وهخليه يرجع تاني ويمسك القضيه. طمني يا روح بابي، خلاص حطي ثقتك فيا وفي نادر. اوكي طيب يا بابي، ماشي اللي تشوفه. باي. انا لبست اهو، يلا خرجيني بقى. حاضر يا سندس. انا عايزه اروح السيم. حاضر، قلت لك حاضر. طب خليني حتى اروح السيده زينب، انا عايزه ازور السيده. ايه يا سندس مالك؟ طب خرجيني انت. انا مش بتاعه الخروج دي، بتاعه الخروج اهي. ايه ده؟ انت لسه ما لبستيش؟ ما انتش تفتحي النهارده ولا ايه؟ مش هنزل، ماليش نفس. ايه اللي مالكيش نفس ده؟ وانا بعزم عليكي بشندوتش مربى. انا عايزه سندوتش مربى. حاضر يا خالتي هجيب لك. حاضر. هما العيال نسر وهدان دول اللي قدروكي صح؟ بقول لك يا جولي بطلي دلع وانزلي شوفي اكل عيشك، ولا انتك منك بقى يعني عشان دفعتي الايجار مقدم هتقعدي لنا زي البروطه؟ انت عايزه مني ايه؟ انا مش طايقه نفسي ومش عايزه اتكلم مع حد. الحق عليا اني بقوي عظمك يا بنت. هما اول عيلين هيضايقوكي هتقعدي لنا في البيت. بقول لك ايه، انتي نزلتي الشارع، والشارع مش عايز شغل بابي ومامي ده خالص.
الشغل عايز كلبه مسعوره بتهبش بسنانها كده اهو. يعني زيك كده. نعم يا عمر، زيي؟ يا اختي زيي. يا ريتك يا حبيبتي تعرفي تبقي زيي، ده انت لو وقفتي على ودانك كده وما تعرفيش تبقي زيي. دي مرمطه وشقه سنين لما الواحد ما بقاش عارف لون جتته من تراب الشارع. اسرو، انا هعلمك تتعاملي مع الاشكال دي ازاي، مش عشان سويت عيونك، لا، عشان بس ما خلفتكيش ونسيتك عشان اقعد احوش عنك كل يوم. ماشي؟ انت عينيكي سودا. انا رجعت لكم تاني اهو، هطلع عين اللي مش هيشتغل. ايه ده مالك يا منى جوان، في ايه؟ ولا حاجه يا بنتي، بس انا ظهري نقح عليا من التقطيع. انا هكمل اهو. طب ما تخشي تريحي في اوضتي شويه او غيري هدومك وروحي. لا وعلى ايه، بعدين اليوم يتخصم لي. انا كويسه يا بنتي. ماشي. طب انا هروح اشوف الحاله اللي في 306 وهرجع لك تاني. صباح الخير يا ابو هاجر. صباح الخير يا سيد. ايه سيد ديت ما تخليها سوكه كده؟ عايز ايه يا سوكه؟ جاي اقول لك الحمد لله على السلامه ونورت المستشفى. انا كنت متوغش عليكي يا ابله، انت وحشتيني على فكره. من يوميها والله العظيم 3 وانا عارف انام ولا عارف اكل، لغايه ما كورة قالت لي انت نزلت الشغل. الحمد لله على السلامه يا ابله. هو انت ساكته ليه يا ابله؟ وانا عملت حاجه لا سمح الله؟ بعد اذنك يا سوكه انا عندي شغل. طب الحمد لله على السلامه. انا هنزل استناكي قدام المستشفى عشان عايزك كده في موضوع. وتستناني ليه؟ عايز اقول لك كلمتين يعني يا ابله، اصل بصراحه مش عارف اتكلم معاكي هنا في المستشفى. بص يا سوكه، احنا ما عادش بينا كلام يتقال، وكفايه قوي اللي حصل. احنا ناس على قد حالنا ومحتاجين القرشين اللي اهلي مخرجيني من البيت علشان اجيبهم، واخويا فواز شغال في مستشفى قريبه من هنا ومعارفه كتير قوي، ورئيستي في الشغل قرشه ملحتي، و100 مين هيتمنى يروح يقول له ان احنا بنتقابل. بقول لك يا ابله، انا مش عايش شمال ولا ماشي كده لا سمح الله. انا بحبك، عارفه اني بحبك، ولا الفقير يعني ما ينفعش يحب. بس هو بس الحاله مش متيسره. اول ما تيسر ان شاء الله هروح لاخوكي واقول له عايز اتجوز هاجر قبل هاجر ونخلف وربنا يكرمنا. بص يا سوكا، ربنا يعلم انت عندي ايه، بس انا ما وعدتش على ابويا وامي، واخويا فواز هو كل دنيتي، وانا وعدته ان انا ما اكلمكش تاني، وكلمتي ب100 راجل. هو علمني كده. قوم نجوان، قوم نجوان، شيل معايا يا سوكا، شيل معايا. شوفي، الحرمة اللي على حق ربنا اللي من بطن البقرة ولا فم الخليج ولا السيدة بتبقى ست. حاجة كده غير اللي انت عاملاها دي خالص. احسن تفتكري يعني كمنك حطيتي عباية سودا على جدتك بقيتي واحدة مننا ولا حاجة. وانا ابقى واحدة منكم ليه؟ هو انا هكمل باقي حياتي هنا؟ انا شوية وماشية، ومش عايزة خالص ابقى بيئة وبلدي بالمنظر المقرف بتاعك ده. يا اختي صلي على النبي كده، وانت عاملة زي الرقصة على السلم. لا انت محصلة من تزوت ولا عارفة تبقي بنت بلد. ماشي، وابقى بنت بلد ازاي بقى يا بروفيسورة؟ ايوه كده. ركزي بقى معايا وفتحي لي مخك النور ده. اتفضلي. شوفي، اول حاجه هاتي صباع الروج ده. الروج يعني؟ ايوه هاتيه اهو. بص، اما تيجي تحط احمر ما تلحسيوش كده زي ما بتعملي كانك بتقطعي من جلدك ولا خايفه على الصوبه، لا، ادهني بذمه كده اهو عشان الاحمر يبان في سحنتك. اوريكي ازاي، استنى. شوف، ها، ايه رايك؟ ايه القرف اللي انت بتعمليه ده؟ قرف ايه يا اختي؟ اختي صلي على النبي وبطلي تناكه، خلينا اخلص ولا ما كملش الدرس. مش خلاص، تعالي بتسلى، يلا. ايوه كده. بص، شايفه البودره دي بقى تسيبك منها خالص، دي اختراع فاشل ملوش لازمه، الكلام ده ما يجيبش همه. هو نفس الصوبه، تليطي كده وشك منه يمين وشمال وتقومي عامله كده اهو، يوم الاحمر يبان في سحنتك. تليطي؟ ايوه تدهني يعني بص اوريك ازاي برضك. ها، ايه رايك؟ انت مالك ومال الميك اب؟ انت اللي زيك يحط ميك اب ليه؟ اللي مالي ومال الميك اب ده انا مرضيش حريم الحاره كلها، يكش بس انا اللي بكيفي ماليش في المرقعه. اسرو، هاتي ده هتبوظيه. اما تيجي تحطي كحله ولا الاينر تتقليه عشان ترسمي عينك كده اهو تبقى عامله زي عين البقره، ماشي؟ بقره؟ ولو عرفتي تضربي شعرك اكسجين اضربيه، بينور الشعر كده ويخليكي ولا اللي جايه من تركيا. اكسجين ليه؟ ده بيحرق الشعر، ما احط هايلايت وخلاص. ايه؟ بقول لك ايه اللي بقوله تعمليه. يلا كملي خلصيني. اما تيجي بقى تتكلمي املي حنكك كده بالكلام عشان اللي قدامك يسمعك ويهيبك. انا مش فاهمه ولا كلمه من اللي انت بتقولي. ايه حنكك ويهيبك ويسيب بيتك؟ بقك يعني. يعني ريحي الكلام في بقك وتفتحي شفاتيرك كده، ما تقفليش بقك كده وتدمي كانك